السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا مش عارف كل يوم والتاني قرفني على السوشيال ميديا بمحمد رمضان وجعفر العمدة ليه؟ إيه غيركم في كده؟ إشمعنى المسلسل ده؟ كل يوم والتاني عاوزين تطلعوه في دماغ الناس، ليه؟ إشمعنى المسلسل ده؟ ده غير مسلسلاته بتاعت كل سنة. لو حاجة مهمة مش هتطلعوها بالمنظر ده ولا هتهتموا بها أصلا. طول فترة شهر رمضان عارفين ده كل يوم والتاني مشاهد من جعفر العمدة، مش عارف هيعمل إيه، معرفش هيقابل مين، بنته مش عارف إيه، في إيه؟ طول شهر رمضان على النت عاوزين توصلوا للناس بإيه؟ أو إيه الهدف؟ مع العلم إن أفلامه كلها أسلحة بيضة وضرب وشكل وسنج ومطاوي وقرف، ومسلسلاته كلها شبه بعضها، وكل سنة على رأي اللي بيقول لك يروح يدفن أبوه. انتم عاوزين ايه؟ ده لو حاجة في الدين ولا حاجة في العلم مش هتوصلوها للناس بالطريقة دي. ده ايه الاهتمام ده كله؟ مش كفاية مسلسلات رمضان وانكم تلهوا الناس عن ذكر ربنا؟ عايزين توصلوا بعقول الناس لفين؟ انتوا بس فالحين تشتتوا الناس في عقلها بالنسبة للدين، وتحسسوهم ان الدين كله عصبية وتزمت، وتكرهوهم في اللحية اللي بيربوها، وصور واشكال غلط في المسلسلات بتحسسك ان الدين فظ وغليظ وصعب وتكرهوا الناس فيه. الدين مش كده، الدين كده. والصورة اللي احنا شفناها دي حاجة بسيطة قدام العالم كله. مش كفاية الدول التانية على الإسلام؟ عاوزين تكرهوا المسلمين في الإسلام وتشتتوا عقولهم أكتر من كده؟ مش كفاية طول عمرنا بنشوف برامج على التلفزيون والسوشيال ميديا زي ستار أكاديمي وغيرها من البرامج التافهة واللي بتصرف عليها آلاف بل ملايين الجنيهات علشان البرامج دي تنجح وتبقى مشهورة ومعروفة، ومنتجين يدفعوا فلوس علشان برامج زي دي، مع إن عمري ما شفت منتج أو شركة بتصرف على برنامج ديني علشان يتشهر ويتعرف، مسابقات مثلا عن أحاديث أو قرآن أو عن صلاة أو غيرها، ومين أصواته كويسة في القرآن وبيقلد الشيخ فلان أو الشيخ علان. إنما لأ، البرامج الدينية بتخسر ما بتكسبش، صح؟ يخلوا الناس تلتفت للتفاهة والوساخة وغيرها ويسيبوا المهم. مفيش واحد مسلم عاقل يطلع يتكلم عن الإسلام والمسلمين في أي برنامج أو أي برامج معينة زي مسابقات في الدين أو في العلم، حتى حاجات تفيد الناس أو تفيد المسلمين، لا أبدا. إنما أي برنامج تافه علشان البرنامج يتشهر ويجيب له فلوس. مش فارق معاك الفلوس اللي جاية دي من حلال أو من حرام، ما تفرقش. علشان كده البركة قلت. انت تعرف ان دول الغرب متقدمين علينا ليه؟ مع ان فيهم كفرة ويهود ونصارى واحنا مسلمين. علشان والله العظيم احنا بعدنا عن الدين بتاعنا وبنحب نقلد دول الغرب في الحاجات التافهة والهيافة والوسخة بس، انما في اي حاجة تانية ايجابية لا. انت ما فكرتش في يوم من الايام الناس دي متقدمة علينا احنا كمسلمين او كعرب عموما؟ ليه؟ علشان الناس دي عندها ضمير بينها وبين بعضها، او قلبهم على قلب بعض، علشان كده نجحوا. انما احنا كعرب في مجتمعنا بقى موجود انعدام الضمير. عندنا اسلام بس ما بنطبقوش الا من رحم. دايما بنحط الاسلام او الدين على السوشيال ميديا او على التلفزيون تطرف، تشدد، تعصب. استحالة، الدين عمره ما كان كده. وانت لو بتحب تقلد، قلد الشخص الصح، قلد الاحترام. بتحب تقلد دول الغرب، ماشي، قلدهم بس في الصح، في الحاجة الكويسة، في الحاجة النظيفة، مش تقلدهم في الوساخة والتفاهة والهيافة وبس. انت عارف احنا كعرب بقينا في ذلة ومهانة ليه في حياتنا؟ والله العظيم علشان احنا بعيد عن الدين وعن العلم الصح. عاوز تتأكد من كلامي؟ ادخل على اي برامج او اي ابليكيشن زي التيك توك او زي كواي وغيرها، وشوف العرب عاملين ازاي او بيعملوا في بعض ايه من اهانة للنفس. هو ده اخرنا كعرب او كمسلمين؟ مستني ايه من ربنا؟ او مستني ربنا يعمل معانا ايه؟ اعمل الصح، اعمل اللي ليه عليك، عقلك، ضميرك، قلبك، اللي ربنا هيحاسبك عليه يوم الدين. اعمل الصح وملكش دعوة بحد. واخر حاجة اقولها لك، بسم الله الرحمن الرحيم، واتقون يوما ترجعون فيه الى الله. صدق الله العظيم.